يا سلام على الرز بالجزر وجماله، يلا بينا نعمله النهاردة مع بعض. حلو جدا وطعمه مميز وخفيف وبيدفي كده في الشتاء وجميل. بصلتين حلوين كده مع حتة قرفة خشب مع شوية زيت، وهنحطهم في حلة ونقلب فيهم لحد ما يتبلوا بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده هنجيب جزرتين وسط او 3 حسب كمية الرز اللي عندك، ونبشرهم ونخلطهم على بعض ونقلبهم تقليبة. هنحط عليهم الملح وهنحط عليهم فلفل. وانا حاطه اوريدي قرفة خشب قبل كده. لازم تحط ملح في المرحلة دي عشان بيدبل الجزر شوية، وتهدي النار قوي 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 عشان ينزلك الصوص المية الصفرة اللي في الجزر. وتغطي عليه، بعد شوية بتكشفي عنه الغطا، بتلاقيه بدأ يبقى كده عايز كمان ايه شوية صغيرين. بعد يوصل معاك للمرحلة دي، حطي عليه الشوربة بتاعتك الجميلة، شوربة مش مية، لازم بيتعمل بشوربة عشان يديكي طعم جميل جدا، والشوربة تبقى غنية كده وطعمها حلو. وبعد ما حطينا التلتين شوربة والتلت مية، طبعا احنا هنزود شوية مية كمان لما نحط الرز، بنسيبهم يغلوا غلوتين حلوين عشان ياخدوا يدوا مع بعض في الطعم ويدوني لون حلو. بدأ بقى يغلو ويبقى طعمه كده وشكله وريحته طلعت كده وفحفحت في المطبخ، ببدأ احط الرز بتاعي بس. ما تزوديش بقى اي بهارات، ولا تحط كاري ولا كركم ولا اي حاجة خالص. هو الجزر المبشور مع البصل مع القرفة الخشب مع ملح وفلفل. طبعا عايزة تزودي انت براحتك، طبعا مع انا كنت حاطة في الشوربة طبعا بصل وطماطم وحاجات من دي، كنت مسوية فراخ يعني. وبتزودي شويه ميه تظبطي المقدار بتاعك وخلاص. بعد كده بقى كشفنا عليه لما بدأ يشرب الشوربه بتاعته، شوفوا اللون جميل جدا، بس هو لسه ما استواش. انا في المرحله دي بقى هديت عليه النار جدا جدا، بس هو ما كانش محتاج اي حاجه خالص. هديت عليه النار وسبته كمان حوالي 10 دقايق لحد ما استوى. وبعد ما استوى بدأت أغرفه، والله العظيم ريحته فظيعة جدا، مالية المطبخ، ريحته مميزة. والجزر وانت بتاكليه الرز خفيف جدا جدا جدا. وما تكتريش بهارات عشان ما يحولش الرز لحاجة تانية. تمام. ألف هنا وشفا. ولو عجبك الفيديو يا ريت تشتركي في القناة بتاعتي من فضلك، وأشكرك جدا، وكومنت حلو زي كده، وأشكرك جدا جدا. مطبخ سوسو عطية بيقدم لكم أفكار بسيطة بس يمكن تنفعكم في المطبخ. أشكركم وباي باي وإلى اللقاء. مع السلامة.